اليوم الرابع عشر من مارس يوم إبراز الكرامة الثاني. نعم. سيشهد تحولا في الساحات وفي الشوارع العامة. لقد عاهدنا الله وعاهدنا الشهداء وعاهدنا تراب هذا الوطن الغالي أن ندافع عنه حتى آخر أجل وآخر قطرة دم. لا بد أن يرحل الاحتلال من هذه الأرض مهما كلفت التضحيات، وعليه إننا هم من الناصحين أن يلزموا بيوتهم في يوم الرابع عشر من مارس، لأن الشوارع كل الشوارع من المحرر حتى المنازل حتى شارع البنية حتى شوارع الرفاه حتى خط الملاحم حتى خط النار حتى مثلث الصمود سوف تكون تحت قبضة الثوار. هذا يشمل دوار الشهداء أيضا سيد هادي؟ نعم أختي العزيزة، إن هذا الدوار له مكانة رمزية لدينا.